حلوين وانتو صغار. لا تفكر لاني عم اتصرف معك بشكل طبيعي قدام الاولاد انه قلبي صفي من ناحيتك. بعرف ومعك حق، بس انا طمعان بطيبة قلبك. لا لا، انا قلبي مع الطيب صار قاسي، حسي مثل الحجر، مثل الحجر، والفضل كله إلك. بعرف اللي رح لك اياه ما بيبرر الشيء اللي عملته بحياتي، اصلا ما في شيء بيبرر. انا كنت شخص جبان ومو قد المسؤولية لاني كنت بخاف منها، ولحتى ما اتحمل مسؤولية كنت قوم باعمال طايشة لاني جبان. منى، أنا تغيرت وبطلت مثل قبل. أنا بطلت الزلمة اللي مو فارقة معه عيلته. من بعد شو؟ خليني أخذك عن اللي راح. ما في وقت. لا بقى تقولي هيك، بعيد الشر عن قلبك. إن شاء الله بكرة بتتحسني وبترجعي بتزيني بيتك وعيلتك. وين كان هالحكي من زمان؟ لما كنت ترجع على البيت وش الصبح سكران وتفش خلقك فيني وبالأولاد لأنك خسران بالأمر. وين؟ شوف يا عماد، أنا كل شي عملته معي ما بيهمني. يلي بيهمني هالتأثيرات يلي صارت على أولادك، وخاصة رجا، لأنه ما نسي هديك الفترة، بعدها عايشة فيه ومعقدته لدرجة انخربت حياته. لكن وعي على أب ما بيعرف معنى الأبوة ولا معنى العيلة. والمصيبة هلأ على قد ما كان يكره تصرفاتك وهو صغير، عما يتصرف مثلك وهو كبير. انخربت حياته مع مرته لأنه خايف يطلع مثلك. ما جاب أولاد لأنه خاف يعيشوا معه مثل ما هو كان عايش معك. خايف يكون مراية للأب يلي وعي عليه. مشان هيك يا حسرتي بيضلوا هربان من العيلة،
هربان من المسؤولية، هربان من حاله. يا ريتني بقدر رجع الزمن لورا، بس ما بقدر. كل اللي بتمناه انك تسامحيني. شوف عماد، أنا يمكن بيوم من الأيام أقدر سامحك، بس ما بقدر سامحك على اللي عملته برجا. وأصلا لو عندك ضمير أنت ما فيك تسامح حالك. سمعان أنت. هي أول مرة بشوفك عم تبكي. لأنه هي أول مرة بحس حالي إني خسرت كل شيء. خاصة رجا. لين شو قولك بتقلب بلال ولا بنطر تشوفه بكره بالجيم؟ فيك تدقي له وفيك تنطري لبكره مثل ما بدك حبيبي. بعرف انه فيني بس عم بسألك بدي رأيك. يا رب شرفيك، اللي حاسستيه اعمليه، اذا عبالك تدقي له دقي له. ما المشكلة انه انا مش حاسة شيء. الله يساعدني، الله من عنده يساعدني. ليكي حبيبتي، شو رأيك هيك تدقي له تعملي حجة انك عم تطمني عليه ليه ما اجى على الجيم؟ ولي شو هالفكرة الجهنمية؟ من وين بتجيبيهم كيف ما انا فكرت بالموضوع؟ جيبك عم تضحكي. ولا شيء حبيبتي، لا صراحة عم بضحك على هبلتك بالعلاقات، هبلتك بالعلاقات مش كتير يعني، زيرو. شفتيني برو مثلك؟ مش ضروري تكوني برو مثلي، بس انه هيدا الشيء بالفطرة حبيبتي، جوات كل بنت موجود يعني. إيه أنا مش موجود عندي. بلا أكيد موجود، بس بعد ما أجا الشخص اللي طلعه منك، بس هو موجود. شفتي أنت قلتيها، هلا أنت قلتيها. يعني بلال منه الشخص المضبوط لإلي، لأنه هو منه عم بحسسني فيهم، منه عم يطلعهم مني، وأنت هلا قاعدة مجبورة تفسري لي إياهم. ليك حبيبتي، شو رأيك مثلا تجربي تنسي إنه بلال معجب فيكي وتتصرفي معه عادي طبيعي؟ كيف يعني عادي؟ عادي حبيبتي، عادي يعني مثل ما بتتصرفي معي مثل ما بتتصرفي مع كل البشر. يعني مثلا في حال أنا مرضت بينشغل بالك، اتأخرت تطمني عني بتدقي لي، تصرفي معه عادي، نسي إنه هالصبي معجب فيكي، في مجال. أنا بتصرف هيك معك لأنه بحسهم معي، ما فيك تجبريني أتصرف هيك مع بلال. هلا أنا عم بجبرك؟ بطريقة غير مباشرة؟ إيه لا حبيبتي تقبليني ما تدقي له، خليكي على راحتك ما تدقي. ما أنا أصلا ما كنت رح دق له. ها؟ ما كنت رح تدقي له؟ ما كنت رح دق له. وعشو خربتي لي راسي إلك ساعة وأنا عم بشتغل ومركزة. خلص ما تنسمي، ما بدها هالقد. اول شيء لانه انا كثير 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 زهقانه طق قلبي. ثاني شيء هيدا الدي في دي اللي حطيتي لي اياه مش انه بزهق، بقرف.
قومي بتحضري هيدا الدي في دي. في اجمل منه؟ ايه في. قومي قبل ما يقلب راوند، قومي احسن ما تحضري قرار هلا بالليل. قومي روحي. فيتي اعمل بوب كورن. اعملي لي معك. اوكي. ايه اعملي لي تبع الميكروويف، ايه مش طنجره وزيت. شو صايره يا حرام؟ بوب كورن وزيت، بوب كورن وزيت، شو منظر. رجعتي. اهلا اهلا بالاستاذ نائل. تفضل. يعني كمان انت ما بتحترم مواعيدك. 10 دقايق يعني كده لساني عندك ساعة و5 دقايق من أول معاك. عم تحسب لي اياهم بالدقيقة؟ يا سيدي معك حق. إيه الأخبار؟ الأخبار عندك طمني، قريت السكريبت مع تعديلات؟ قريت وموافق. ممتاز، معناها صار فينا نبلش تحضير. أنا يومين 3 كده وأعدي لكبير في المكتب أخلص معاه كل الإجراءات. يا عيني عليك، صار بدها شامبين. أنا أفضل ريد واين. ريد واين ريد واين. رالف بليز بعت لنا قنينة ريد واين لهون. سوري بس لازم رد. الو؟ ايه لارا؟ لا انا بميتنج هلا مع الاستاذ نايل. ما بعرف بس بخلص بحكيكي. اوكي يلا باي. الله بيعيننا على النسوان. مراتك؟ لا شو مرتي؟ انا عملتها مرة واحدة وما عاد بحياتي. ليه؟ صوابعك مش زي بعضها. ممكن تكون اخترت غلط، ممكن مراتك الأولية تكون متعبة، وممكن تكون البنت اللي كانت بتكلمك دلوقتي أحسن بكتير. لا ابدا مرتي ما كان في منها، كانت كثير منيحة. طب ليه سبتوا بعض؟ لأنه أنا اللي مش منيح. ده موضوع تاني بقى. بوس اجاكي شيلي لي هالمنظر. انا ما بقى قادره اشوفها لهون ديفا باسكال عم كوس فيها بالليل. لك مالها منظر هي وشفاه. هاو لين شو بك شاردة هيك؟ طرقت تسطيلة. عم فكر. شو؟ عادي عم فكر ساعة بنقل ساعة برجع. ولا صرت حفظته للدرس. نحنا بواحد ما كنا مخلصين، صاروا 2. بصير حلو. لوين؟ شو شوي هوا نضيف. مين لوين؟ مين؟ يعني تقدر تقول إن أنا زيك وعكسك في نفس الوقت. لا هي ما فهمتها، بدك تشرح لي. أشرحها لك. يعني أنا فكرة الجواز بالنسبة لي تخنقني، إلا إذا اتجوزت اللي أنا بحبها. أنا هيك كمان كنت مثلك لحد ما تجوزت البنت اللي بحبها. بس الحقيقة إنه بعد الزواج الحب راح وما صار في غير الورقة تبع الزواج. لا مش مقتنع بالكلام ده خالص. يعني الحب الحقيقي صعب إن هو يروح بسهولة. أنا أعتقد إن أنت بس يعني بتقنع حالك إن الحب راح عشان تواسي حالك في الظروف اللي أنت بتمر بيها. يمكن. مش يمكن يا رجا، ده أكيد. يعني أنت بينك وبين نفسك مش حاسس إن أنت لسه بتحبها؟
مش مهم إذا بعدني بحبها ولا ما بحبها. أصلا هي هلأ عايشة حياتها عم تطلع مع واحد تاني. عشان كده أقنعت نفسك إنك تبطل تحبها. شو أستاذ نائل؟ حاسس حالي قاعد مع دكتور نفسي. صدقني لو قلت لك إن أنا من كتر ما عشت شخصيات كتير كتبتها على الورق بقيت أحسن من الدكتور النفساني. طيب بدي أسألك، أنت حبيت؟ الكاتب لو ما حبش من قلبه مش هعرف يكتب بجد. معناها حبيت كتير. أنا حبيت تقريبا كل الشخصيات اللي أنا كتبتها على الورق، بس المرة دي أول مرة أحب بجد. طيب بتفكر إنك تتجوزها؟ أنا ما بفكرش أتجوز غيرها. لهالدرجة؟ حبيتها من أول نظرة، ويمكن أكون حبيتها قبل ما أشوفها. أول عينيا ما جت في عينيها اتأكدت إن هي دي الإنسانة اللي بدور عليها طول عمري في روايتي. بحبها أوي. هلا أنت وعم تحكي ذكرتني بشي تقريبا صار معي نفس اللي صار معك. أنا مرتي، بقصد اللي كانت مرتي، شفتها كنت أول سنة جامعة وهي كمان. بتذكر من لما اجت عيني بعينها فعلا حسيت اني بحبها، فبقدر بفهم اللي عم بتقوله. بس بهديك الايام انا اصلا ما كنت مؤمن بفكرة الزواج كلياتها على بعض. بس اتجوزتها؟ ايه تجوزتها لاني ما بدي اخسرها. ورجعت خسرتها؟ ايه مزبوط. خسارة ليه؟ لأنه تشيرز. ما معقول وائل شو رومانسي. ايه رأيك؟ عن جد حاسه حالي بطلة بقصة، انه بالحياة الطبيعية ما في حدا بيعمل هيك. ساعة غدا ببيت مهجور، ساعة قعدة رومانسية ببحيرة. عن جد نيالي بوائل. يمكن لأنك كاتب خيالك واسع وتفكر بهالطريقة. ويمكن يكون بطل القصة على باله إن لين تحب وتنغرم فيه. إذا هيك طمن بالك، يعني إذا بيكمل بهيدي الطريقة على الأكيد رح تنغرم فيه. وهو ده اللي هو عايزه. وأنت شو بدك؟
انا مش عايز حاجه غير ان بطله القصه اللي عندي تكون مبسوطه. مبسوطه؟ طايره من الفرح طالما انت بعدك بتحبني. رجع؟ بعدك بتحبني؟ شو هالسؤال هذا؟ وشو هالجواب هيدا؟ طيب تخيلي قديش بكون ثقيل إذا قلت لك إني ما بحبك بعد كل هذا الشيء اللي عملتي لي إياه. بلا سألتك رجع جاوبني. طيب رح أقول لك شيء أحلى. أنا رح ضل أبقى أحبك كل عمري حتى لو ما ضلينا مع بعض. رح نضل مع بعض. أكيد. تبي علي وقلتي لي إنك أنت عاملة الكل. حبيت الكرام. حبيبي يا عيني أنا ما عندي عيني يا عليه شيء. ليلي. وين السيدي اللي جبت لك اياه ذاك النهار؟ خلص أنت غني وأنا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر ما بدي اطعميني يا وليلي. الله والله يلا والله اشتقنا بلا اشتقنا حياة عيونك. نو رقنا هيك ولو ما بقاش مزنك بعدك ما اكل حبيته 5 ما حبيته. حبيبي يا عيني. خي هيدي خبرية. ايه تمام. هلا ريحتني رجا. ايه لا بس كنت عتلان هم ما يوافق على السكريبت. اوكي طيب اي متى بده يجي يتنازل عن القصة؟ حلو اوكي طيب ماشي يلا بشوفك. يلا باي. عندي لك خبرية كتير حلوة. عن جد حبيبي؟ شو هي؟ ما رح اقول لك. لا كملتي قول. طيب قبل ما اقول، واو شو حلو. بس اللي صار بيناتنا ما بيعني انك ما رح تمضي عقد حصري مع كميل. أنا بمضي العقد اللي بدك إياه ومستعدة أعمل اللي بدك إياه. ما هون كون أنا البطلة. رح تكون البطلة. يلا نحتفل بالبطولة. حيصمم يا ليل كيف خفيت بالسيارة الغفوة. يا الله كيف بدي أعرف هلا إذا إجا أستاذ كميل أو لا. يمكن هبلي أنا شو بدي أعمل هلا. خلص منطرنا شي ساعتين بعد. ناطر كل الليل ما رح يغصب الفجر. الله
شو عم تعملي هون؟